مفاجأة ريتشو مع المخرج أحمد الشمالي وصديقه الملحن رح نلف العالم ونحضر أغاني بتجنن. ننوش تكمل الترتيب شنات السفر والميك أب. والله من بكره راح يبدا التحضير. بس تشوفوا المخرج هون هيك قاعد لكم. الحقني مخرج. وين بدك تلحقني؟ على سوريا، على لبنان؟ عنا برمي حول العالم. عنا برمي حول العالم. عمار الديراني اللي يا اخي والله اغاني كتار. لا معلم، شو بدك احلى من هيك؟ حلو النشاط. اي والله. انت مع هيك ولا مع انه كل واحد بالسنه ينزل له غنية؟ اكيد مع. بتكون نشط اغاني انا كتار بس انه ما بيعرف. بعدين انا مهدي والله. وقديش كتار ما حدا بيعرف. ايه في كتار. هي احلى شيء. يلا احلى شيء نحن هون بنقعد مثلا هون عم نخطط شو بدنا نعمل بكره كذا. هلا من بكره راح يبدا تجهيز اول عمل ان شاء بعدين الله. حرام والله، هو اجته تعال قول لهم اجته شلشة الاغاني بعز الدين المسلسل تبعه. انت كمان موفق بتصوير. لا عادي يا حبيبي. فانا هلا خلال كم يوم بدي يكون انا محضر، راح يكون معي عمار بالاستديو. من بكره راح نبلش باول اغنيه ان شاء الله. احمد نحن وعم ندندن ونحن عم نغني وهيك عم يجمع افكار. عرفتوا؟ ما بعرف، انا كانه سمعته قال في شيء على البحر ونسوان، بركي ان شاء الله ننوش بتطلع لك من هون معلم. جزيره بنص البحر. جزيره بنص البحر، انا ونسوان وانت مو. هلا ما بلا نسوان هاي شيء عشان ما سمعنا. انا ماني شغل نسوان يا اخي، شو بدي بالنسوان؟ انا اليوم كنت عم بقتل ابني سند. عندي ابني سند لسه عمره ما طبق ال4 سنين. كل ما حدا اجى لعنا بيجي لعندها اظافرك حلوين، شعراتك حلوين، مسكته قلت له يا ابني لمين هيك طالع انت؟ عرفت شو؟ عادته يعني كان في درس تربوي بيني وبينه. جاي انت تفسد لي اخلاقي بدك. طب هلا كيف ابني بدي اقدر امنعه انا اذا بدي اتصرف هاي التصرفات؟ رح يقول لي شوف حالك يا بابا. يا بابا. ماشي يا بابا. اوكي بس هي فيها وجهة نظر يعني يا عمري شوفي، هذا الموضوع انا ما قصدت فيه ابدا، تبعت انه الناس اللي بيكون معها وراثه، الناس اللي عندها مشاكل صحيه، ممكن غده، ممكن يعني هي الاشياء انا ما قصدت. انا عم بحكي انه الوحده يكون انه عادي وزنها، عرفتوا كيف؟ اما الناس اللي عندهم مرض او اللي عندهم وراثه يعني بحسوا انه مثلا ببين عليهم، عرفتوا؟ بس انا كان عندي رفيقتي عندها مشكله بالغده، يعني هي من جيلي، بعدين انه ظبط امورها، عملت عمليه، عرفتوا؟ هذا الشيء طبيعي، يعني اي حدا فينا ممكن يكون معه مرض بالوراثه او ممكن مشاكل صحيه، ممكن اي شيء، عرفتوا؟ انا عم بحكي انه هو كسؤال عادي لحدا انت مثلا بتعرفيه، لحدا مقرب منك. اكيد ما رح اجي اسال حدا انا ما بعرفه، ما عندي العلاقه القويه معه، ومثلا انه هو لوزنه مثلا ناصح ويجي يقول لك هي انت قديش وزنك، يعني قديش ايش الوقاح؟ اكيد لا. انا عم بحكي بشكل عام انه لما تكون العلاقه قويه او مقربه، فانه عادي اذا سالت انه قديش وزنك او قديش طولك او قديش عمرك بشكل عام. بس اذا حدا وزنه مثلا انه يعني بالنظر مبين انه مثلا هذا الشخص ناصح، فانا بحس صراحه اكيد لا، ما حلو واحد انه يسال. ما عم بقول انه البنات بس، انا عم بحكي بشكل عام انه نحن البنات، انه في عالم بتتضايق، في عالم بحس انه عندها الموضوع عادي، وانا حدا منهم انه عادي اذا حدا سالني عن وزني ولا طولي ولا عمري ولا شو ما كان يكون. بس العالم اللي مبين انه وزنه مثلا لا سمح الله مرض او شيء، اكيد لا. انا ما بسال بصراحه، اكيد انه خلص هذا الشيء بحس انه اكيد رح يحرجون او يزعلوا. في ناس عندها متصالحه مع نفسها، عادي الموضوع عندها. هلا هون هبلش احط الواني المفضله هدول، بحس المات ما رح استخدمهم فما رح اخذهم معي بصراحه، غيرت رايي. وراح اخذ معي هدول كمان، احطهم هون. هاد كمان لونه كتير حلو، هذا كمان فرجيني اذا ضل فيه ولا لسه. لا فيه. اوكي. وناخد بلاينر، وناخد كمان معنا هذا اللون الاغمق. في عنا هذا ما بتوقع اني استخدمه. هذا اخذت مثل هالدرجة ولا لا؟ لا، هي هذا عندي منه اثنين. ليش نفس الدرجة هدول؟ خلص خديت جديد ماما، هداك مبري الثاني. امي اكثر شغله بتستخدمه هو تخطيط الشفايف، يعني اي اكثر شيء. هذا طلع عندي منه اثنين كمان، حطيت واحد عند ماما، الثاني ما بدي اخذه معي. هذا الاخضر راح اخذه معي كمان مشان نعمل ميك اب هنيك، عرفتوا؟ راح اخذ معي كمان من هون. هلا اقول هدول مرتبتهم من قبل. الايلاينر الملون. راح اخذ هذا اللون، وراح اخذ اللون الزهر.
ها على فكرة انا عندي هون كمان درجة ثالثة من هذا القلم الكحلة بقلب العين. عندي هون كل الدرجات ما شاء الله تبعوت العيون. بس رح اخذ بس هدول اللونين، وبعد اذا في اصفر ما في خلص، بس هدول والازرق بيلزمني. هدول رح اخذهم معي، واكيد ما ننسى الايلاينر الاسود، ورح اخذ الكحل الاسود كمان بقلب العين. وخلينا ناخذ كمان هون هاي البنية. هذا اتوقع هدول مكسرين، رح اخذهم معي. رح اخذ هدول درجات منيحة. وفينا كمان ناخذ هي الدرجات هدول. على فكرة الدرجات هدول كتير قريبين من بعض. هذا شوي أغمق، وهذا رايح هيك على لون هيك روز جولد. هاخد هاد هدول راح استبدلهم بهاد كتير بحبوا الألوان. راح استخدم هدول، حطهم هون على جنب. هي حطها هيك. بعملكم عليها فرجيكم تقسيمتها هون شو حلوة ومهضومة. فرجيكم شو جبت. هي لازم ابعدها شوي. بدي اورجيكم شو جبت ميك اب كمان جديد. احط لها تقسيمة شوي اكبر عشان لسه. فرجيكم هلا كيف كلها رتبتها. هيك بتعرف فرجيكم كيف ترتيبتها. السفر هيك عم رتبها، شوفوا كيف حطيت هدول هون، تركت معهم مساحة ما بيأثر. هون الأقلام الحمراء والايلاينر، وكمان عنا الأقلام التخطيط يعني. عم في قلم طاير لهنيك. فرجيني شو بني هذا اكيد بيلزمني اكيد. خلينا بس نمسحه شوي. هذا اللون البني كمان بنستخدمه. هدول ما بدنا هون. رح اخذ معي كونسيلر، بدي اورجيكم هون. هي عملكم في تحريك شغل غلط. جبت من هذا بيوتي، جبت مثبت ميك اب. مثبت ميك اب بدنا نرجع نستخدم، بصراحة ما بستخدمه كتير. عنا واقي الشمسي، هذا ضروري ناخده. هدول ما بدنا هون. رح اخذ معي كونسيلر، بدي اورجيكم هون. هي عملكم في تحريك شغل غلط. جبت من هذا بيوتي، جبت مثبت ميك اب. مثبت ميك اب بدنا نرجع نستخدم، بصراحة ما بستخدمه كتير، بس انت يا بنت جربيه لو كتير حكوا عنه قالوا منيح بثبت الميك اب، بيلزق لزق يعني بالوش درجة ما بيتزحزح. اوكي لا هذا مو هذا بيوتي يا ربي البودرة هو دي بيوتي. اوكي هذا سبراي رح اجربه هون قبل ما اخده معي. وهي البودرة كمان متحمسة لاجربه، هيك بنجربه بكره. بصراحة في كتير الوان للبودرة، بس انا اكتر لون بحبه بتجي هيك لونها على ابيض صاير هيك. مين مثلي بيحب يشم ريحة البودرة؟ انا كتير بحب شم ريحة البودرة عن جد. غرامي روائح الميك اب، الطبخ ليك ايه شايفين ريحتها مثل البيبي، مثل بودرة البيبي. فهي رح اخدها كمان معي. وناخد كمان شو بدي هدول بس غسلهم باخدهم بحطهم معي بالشنطة، ما بيأثر. هاد كمان تبع الرموش رح احطه هون، لانه عندي واحد قدام ايدي. شفتوا عندي هاد الاسود بحطه هون. بس شنطة السفر خليني ارتبها من هلا واخلص منها. نعمل ميك اب ازرق، مو ازرق ميك اب ازرق، بس لعيون مسكرة زرقاء مع كحل ازرق. والله رح احطها ما بعرف. مسكرتنا مع سيروم الرموش. شو كمان ناخذ هون بيلزمونا. هلا بتوقع انه ما عاد لازمني شي تبع الرموش. قلت انا بدي اخذ معي عدسات، ما بعرف اذا رح استخدمهم هنيك يعني، بس انه اذا حبيت غير لوك بحس هدول ارتب شي لون زيتوني. في عندي لون خلص ناخذ بس الزيتوني. ساعتها بدي اخذ هاد معي، قبلها بشتري من هنيك، باخذ من هنيك معقم للعين. هلا في عندي الفونديشن، بس انا مو قلت لكم ما عم بستخدم فونديشن. خلاص ما رح اخذ، رح اخذ في عنا هون، لا خلينا على الزيتوني خلص. في عندي هون بدي اخذ شو
بدي هاي بصراحة كتير بحب اخذها معي بالسفر، لانه هيك صغيرة وململمة والالوان الترابية اللي بحبها انا موجودة فيها. بحب كمان تكون معي. بس هيك شنطة السفر حاج، شو بدي اخذ معي اكتر من هيك؟ واذا حسيت لازمني شي تاني فرح احطه هون. بدنا ناخذ من هدول كمان زيه. ماشي للاي شغله ما اخذت كمان. وفي عنا للروز باودر، في عنا كمان هاي للكونسيلر، وبدي اخذ الصغيرة كمان رح احطهم هون. والله عن جد احلى شي ترتبوا شنطة الميك اب قبل السفر، تحس هيك براحة نفسية. ضل عنا يعني بتوقع حسب توقعاتي انه ضل عندي اشياء بسيطة اني ممكن اضيفها على هذا. رح يصيرنا كمان بس